Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia baladan amina wa ja'ala al-ardal awliya. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi dhawit tuqa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayyuhal hadirunal kiram wa ila lajnatil hakim. Qabla an akhutub أود أن أشكر رئيس الجلسة الذي قد أعطاني فرصة غالية للأخطب بين أيديكم تحت الموضوع تأثير الإسلام على ثقافة إندونيسيا. أيها الحاضرون رحمكم الله، الإسلام هو الدين الذي يشمل على مختلف جوانب الحياة، فالإسلام لا ينحصر على الأمور الأخروية مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج، بل دين الإسلام أيضا يدبر الأمور الدنيوية مثل السياسة والثقافة أو الحضارة. سأخطب عن تأثير الإسلام على ثقافة بلادنا إندونيسيا. إخواني في العقيدة، الإسلام هو دين السلام، لذلك جاء الإسلام إلى إندونيسيا بطرق سلمية مثل التجارة والتعليم والفنون والثقافة. كما عرفنا قبل المجيء الإسلامي إلى إندونيسيا كانت هناك ديانة هندوسية وبوذية، هاتان ديانتان لديهما ثقافة مميزة. فعندما جاء الإسلام لم تمحى هذه ثقافة سابقة كلها، بل أثبت الإسلام ثقافة القديمة التي توافق الشريعة وخيرت التي لا توافقها، ثم أضاف قيمة جديدة حتى صار ثقافة الإسلامية جديدة مخلوطة ومن ثقافة القديمة ومن ثقافة الإسلامية. فمع دخول الإسلام إلى إندونيسيا شهدت إندونيسيا عملية تثاقف أو ما نسمي بلغة إندونيسيا أكولترانسي budaya، فهي عملية خلط ثقافتين بسبب الاختلاف الأمام وتأثير بعضهما بعضا، فهذا تثاقف ولد ثقافة جديدة، فهي ثقافة الإسلامية إندونيسيا. أولا، منارة المسجد. المساجد في إندونيسيا ليست كمثل المساجد في الخارج التي لديها مئذنة أو المنارة، فمعظم المساجد في إندونيسيا ليس لديها المنارة. ثانيا، طبل. المساجد في إندونيسيا عادة لديها طبل، فهو يعمل كوسيلة دعوة مسلنة إلى مسجد. ثالثا، الخط الجاوي، هو نظام كتابة العربية بلغة ملوية، فبهذه الكتابة تكتب كتب والرسائل قبل إيجاد اللغات الإندونيسية وغير ذلك. أيها الحاضرون رحمكم الله وإلى لجنة الحكيم، فلذلك النتيجة للإسلام تأثير كبير على ثقافة إندونيسيا، فلا بد لنا أن نحفظ هذه الثقافة كي تكون بلدتنا بلدة آمنة، يعني بلدة طيبة وربول غفور. آمين آمين يا رب العالمين. اكتفي بهذه الخطبة واستغفركم من كل الخطأ والنسيان واشكركم على حسن اهتمامكم إلا لك بالمسلى.
Insyaallah akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.